ازاي موتوسيكل كنت بسأل عليه في 2020 وكنت بحوش له كان مثلا ب 90,000 جنيه، دلوقتي لما اجي اسأل عليه النهارده يقول لي الموتوسيكل ده عدى ال 200,000 جنيه، وهو نفس الموتوسيكل بنفس المواصفات ما اتغيرش فيه اي حاجه. واسأل مثلا في محافظه تانية يقول لي ده 250. انتوا بتهزروا يا جماعه؟ اكيد انتوا بتعملوا حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط، لان الموتوسيكل هو انتوا كده اكيد انتوا حراميه وش. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بصراحه يعني. السلام عليكم، معاك رمزي ابو زيد من باد بويز. ولو انت متابعنا على الفيسبوك ما تنساش تدوس فولو، ولو انت متابعنا على اليوتيوب ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب. وهبقى اسيب لك بقى اللينكات بتاعتنا بقى فيها الانستجرام والتيك توك والجروب الواتساب بتاعنا، يبقى ادخل بقى خد لك لفه كده فيهم. وعايز اقول لك ان انت هتستمتع عشان المحتوى اللي هنا غير المحتوى اللي هنا غير المحتوى اللي هنا. فبدون اطاله كده يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الفيديو ده حابب اتكلم كده عن كام نقطه بخصوص الموتوسيكلات، وتحديدا كده الموتوسيكلات الياباني. كلنا تقريبا في نفس الجروبات بتاعت الفيسبوك وبنشوف الناس اللي بتنزل بوستات عايزه تبيع الموتوسيكل بتاعها، عايزين يبيعوا قطع غيار. المثال ده بدأ يتكرر كتير جدا، واحد بيبيع الموتوسيكل بتاعه تلاقي ناس حرفيا داخلين بيضحكوا على البوست دوت السعر بتاع الموتوسيكل، انت مفتري، انت عايز تبيعها بضعف سعرها، وكومنتات من دي كتيره بحيث ان البيعه بتاعت الراجل تقع. ولو فعلا حد معاه الفلوس ومستعد اللي هو يشتري بيبص على الكومنتات فبيرجع في رايه عن اللي هو يشتري الموتوسيكل ده. واقرب مثال لكده لو انت متابع السوق هتلاقي مثلا ان الموتوسيكلات ال 600 دبل ار مثلا معديه ال 180,000 جنيه. فبدخل ابص على الكومنتات وناس بتضحك على السعر وناس بتضحك على الموتوسيكل، فانا بقول ماشي اوكي، يمكن الناس بيضحكوا على الناس اللي هي بتكتب ايه اللي هو الموتور ما فيهوش حاجه وبتاع، لان اغلبنا بيبقى عارفين الموتوسيكلات ديت وبقى عارفين اللي هو ممكن يكون موتوسيكل فيه مشكله وكده. فبدخل ابص على الكومنتات بلاقي الناس بتتريق على السعر نفسه. يعني الموتوسيكل ممكن انا عارف ان الموتوسيكل ده ما فيهوش اي حاجه بس الناس بتتريق على السعر. خلينا كده نتكلم على اول نقطه، وهي ان كل واحد فينا شايف ان القط بتاعه جمل. ده مثال كده بنقولوه، كل واحد قطه جمل. يعني انت الحاجه الصغيره بالنسبه لك دي غاليه عليك، ولما هتبيعها بمقدار غلاوتها عندك. وان الراجل اللي بيحط التسعيره دي هو شايف ان الحاجه بتاعته تستحق السعر ده، وانت ولا تقدر تقول له ان دوت ولا يرضي الشرع ولا يرضي القانون، لان هو الراجل شايف ان الحاجه دي سعرها كذا. وقبل ما نكمل في الفيديو بس كده خلينا نقول الكام نقطه اللي جايين دولت اختلاف وجهات نظر، وانت يا سيدي لو مختلف دايما بقولها في الفيديوهات ان اختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. وانت لو رايك غير اللي انا بقوله دوت انزل دلوقتي اكتب لي في الكومنتات اللي انا غلطان مثلا في اللي انا هقوله بعد كده، ويقول لي يا سيدي الصح ايه وايه اللي المفروض نعمله. يمكن حد يشوف الكومنت بتاعك ويستفاد بيه، ولو فعلا رأيك صح احنا هننزل وهنعمل فيديو تاني برأيك اللي هو الصح دوت، وعشان الناس تستفاد بيه وانا كمان ممكن استفاد بيه. خلينا بقى نتكلم عن النقطة التانية، وديت اظن نقطة مش هنختلف فيها كلنا، لان ديت نقطة كلنا عارفينها ان المرجع بتاعنا في الوقت الحالي هو الدولار في كل المنتجات اللي احنا بنجيبها، لان اغلب المنتجات دي بنكون مستوردينها من بره. يعني مثلا ازازة الزيت دلوقتي هتلاقيها زادت عن سعرها من سنة او من سنتين من قبل الزيادة الأخيرة يعني. فتعالى مثلا اقول لك ان الدولار مثلا كان من كام سنة في 2020 مثلا كان الدولار ب 16، دلوقتي انت هتتكلم على الدولار دلوقتي الدولار وصل 40 جنيه، يعني اكتر من الضعف. وما يطلعليش واحد ويقول لي لا انت مش متابع والدولار دلوقتي ب 30 وشويه او ب 30 وشويه فكه كده. لا بص يا معلم، انت 30 وشويه فكه دولت انت لما ان شاء الله كده تروح البنك تقول لهم انا عايز دولارات هيديهولك بسعر البنك اللي هو ب 30. غير كده انت هتروح تصرف من السوق السوداء اللي هو هيديها لك ب 40 وممكن كمان ب 41 و 42. تمام ليه؟ لان دلوقتي انت لو معاك باسبور والفيزا بتاعتك وراجل ربنا كرمه كده ومسافر بره تقضي اجازه، اللي انت لو انت اتشقلطت على دماغك اللي انت تعرف تطلعه من البنك هم 500 دولار لا غير، مش هتقدر تصرف اكتر من كده من البنك. النقطه الثانيه بقى وديت برضو حاجه مش عارف ممكن اغلبنا ما يكونش عارفها، ان انت لو هتشتري حاجه من بره مصر مش هينفع تشتري حاجه بالفيزا بتاعتك اكتر من 500 دولار شهريا. واظن يعني ان انت مش هتعرف تجيب موتوسيكل بتاعك بالفيزا. يعني كده احنا متفقين ان كل حاجه حرفيا زادت الضعف. فيا سيدي خلينا نبعد عن الموتوسيكلات شويه، عشان الموتوسيكلات دوت مش عارف الناس مش بصلها زي ما بتبص الاسعار الحاجات التانية ليه. يعني مثلا لو هنتكلم حرفيا كيس السكر
بقى الضعف. هنقول يا سيدي مثلا تعالى العربيه اللي الناس كلها راكباها مثلا اللي هي النيسان صني، هنقول مثلا النيسان صني ديت عربيه دلوقتي بقت منتشره قوي. النيسان صني مثلا هنقول في 2020 حرفيا الفئه الثالثه منها اللي هي اعلى حاجه كانت ب 200 وشويه. دلوقتي لو فتحت ودورت على النيسان صني، النيسان صني هتلاقيها عدت ال 460، يعني اكتر من الضعف. الناس بطلت تشتريها، الناس ما بطلتش تشتريها، الناس عارفه ان هي بيقولوا عليها كنزايه كل الكلام ده، بس الناس لسه بتشتريها. نرجع للسوق بتاعنا وسوق الموتوسيكلات. دلوقتي يا سيدي اقل موتوسيكل مثلا لو هنقول في الاس واي ام الفيدل 2، الفيدل 2 دوت برضه في نفس السنه اللي هي 2020، وخلينا ديت المرجع بتاعنا مثلا او القياس عشان سعر الدولار قبليها او وقتها ودلوقتي حاجه تانية. السكوتر دوت كان مثلا ب 20,000، دلوقتي السكوتر دوت وصل حاجه و50. فانت ازاي عايز تاخد موتوسيكل ياباني؟ ماليش دعوه الموتوسيكل دوت من 100 سنه، ولا انت روح اكشف. لو مش عاجبك الموتوسيكل ما تشتريهوش وما تضحكش وما تهزقش الراجل اللي نزل البوست وتقول له ان الموتوسيكل دوت كان سعره كذا، او المفروض الموتوسيكل دوت سعره كذا، وتعمل لي فيها مسؤول اسواق الموتوسيكلات في مصر. احنا اتقبلنا اسعار الاكل، اتقبلنا اسعار العربيات اللي غلط زعلنا شويه وبتاع وازاي ومش ازاي، والعربيه دي كانت بكذا، بس الناس لسه بتشتريها. السكوترات زي ما قلنا اقل سكوتر كان ب20 دلوقتي وصل اكتر من الضعف، يعني وصل تقريبا 55% من سعره والناس لسه بتشتريه. تيجي بقى عند الموتوسيكلات الياباني والناس تقف ولا ودوت مش سعرها الحقيقي وحسبي الله نعم الوكيل فيكم وانتوا علم حراميه، والناس تانية تقعد تقيم السعر. والفكره ان الناس دي اصلا مش هتشتري، هو واحد قاعد ورا التليفون بيضحك وبيخسر الناس فلوسها. انا عارف والله ان كل حاجه ليها قيمه مقابل سعر، بس انا بتكلم في نقطه دلوقتي ان الجنيه اتبهدل خالص، يعني الجنيه سعره بقى في الارض. فانا لو كنت من سنتين او من 3 شاري موتوسيكل ب100,000 وبعته لك مثلا يا سيدي ب180، فانا كده اعتبر برضو خسران في الموتوسيكل. لان انت لو قارنت هتفهم ان الراجل ده فعلا هو كده بيبيع لي الموتوسيكل بما يرضي الله. وانت يا سيدي انت زي ما انا قلت لك، انت بينك وبين الراجل ده الكشف. لو انت فعلا في نيتك اللي انت تشتري الموتوسيكل، خد الموتوسيكل واكشف عليه. لقيت الموتوسيكل فيه مشكله، لا والله اتكلم مع الراجل فيه 1 2 3. وبعدين انا عايز اقول لك ده احنا ملوك الفصال، احنا بنفاصل في اي حاجه، بس بالله عليكم بلاش اللي انت فعلا تخسر الناس الحاجه بتاعتها. لان انا لو جايب موتوسيكل يا سيدي ب80,000 جنيه وبعته لك النهارده برضه ب80,000 جنيه، انا كده اكني بعت لك الموتوسيكل ب40,000. انت متخيل انا هروح اشتري سكوتر؟ يعني انا كان معايا موتوسيكل ياباني ومحترم وممشيني، هروح اشتري مكانه سكوتر؟ انا والله مش بقلل من الناس اللي معاها سكوترات، بس انا بكلمك على اللي انا لما بطلع من حاجه عشان اعلي. يعني انا مثلا لو بعت الموتوسيكل بتاعي هبيعه عشان اجيب حاجه اعلى. ففي ناس بقى هتلاقيها مسكت النقطه دي وتقول لك بس هو عامل الفيديو ده عشان هو بيبيع الموتوسيكل بتاعه وعايز هيطلب فيه سعره وبتاع. بص يا صاحبي، انت لو بتقعد معايا كتير هتعرف ان انا جالي بيعات بالهبل حرفيا، اقسم بالله بدون مبالغه، في الموتوسيكل بتاعي وانا ما وافقتش، لان انا مش عايز ابيع، ولا انا في دماغي اللي انا ابيع اصلا، ولا انا تاجر، ولا انا بسوق لحد. بس هي الفكره موقف كده لقيته بيتكرر قدامي كتير، والموضوع استفزني لدرجه ان الناس حرفيا حسيت ان هي بتتظلم وملهاش ظهر. فحسيت ان انا ما ينفعش اسكت على كده، ما ينفعش اسكت على حق حد. فانت يا سيدي زي ما انا قلت لك، لو انت شايفني فعلا انا بقول كلام غلط وانت عندك وجهة نظر تانية، ادخل قول لي في الكومنتات يا سيدي انت غلطان في 1 2 3، والصح اللي احنا نعمل 4 5 6، واكيد هنسمعك وكلنا هنسمعك. طب احنا دلوقتي اتكلمنا عن المشكله واتكلمنا فيها كتير قوي، طب ايه الحل؟ انا شايف الحل المناسب في الفتره الحاليه دي، لو انت معاك مبلغ مثلا، لو انت كنت محوش فلوس اللي انت تجيب موتوسيكل معين والموتوسيكل ده غلى، انت ممكن تروح لمعرض من المعارض اللي بتقسط وتحط المبلغ اللي معاك ده كمقدم، وتقسط الباقي مثلا على سنه او سنتين. انت كده ما خسرتش كتير، الدولار بقى يطلع ينزل، انت القيمه بتاعتك ثابته. وانا ده شايفه بصراحه الحل المناسب. هو طبعا انا مش خبير اقتصادي، بس انا بقول لك انا لو مكانك انا هعمل الحكايه دي، وربنا يكرمنا ويكرمك يا صديقي، وباذن الله تجيب الموتوسيكل اللي انت عايزه. المهم من الاخر كده بلاش ظلم، وبلاش ينطبق عليك الايه اللي هي بتقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يعني انت بتخسر صاحب الحاجه مبلغ كبير، ويا ريت نراعي ربنا سواء كنت شاري او بايع. المهم اشوفكم في الفيديو الجاي، كان معاكم رمزي ابو زيد، سلام.